صورنا وحاولنا جدا بشتى الوسائل انه نقدر ندخل الام لتتبرع. تخيل انه انت عم تعاني معاناه شديده جدا لانه انت تدخل الام لتتبرع لبنتها في الكبد الطفلي. فانت تخيل ايش قد معاناه الطفلي، معاناه الطفل اللي هي عم توجع، معاناه والد الطفل اللي هو معاها المرافق الوحيد في هاي المشفى، تمام، معاناه الام اللي شايفه بنتها عم تموت قدامها وما عم تقدر تدخل لعندها لحتى تتبرع لها في الكبد، تمام. فكتير كتير نحن حاولنا هذا الامر ندخلها. اخر شيء ما قدرنا ندخلها يعني الا بعد معاناه يمكن شيء 3 شهور لحتى قدرنا ندخلها بطريقه مثل التهريب. يعني طبعا انت التهريب عم تدخل، كل فهون التفاصيل. في معاناه. نعم، كل التفاصيل اللي شرحناها واللي راح ينشرحوها هلا واللي راح يحكيها هلا خالد يضيفها وكذا، كل هي المشاكل كيف بتنحل؟ تنحل في الضغط الاعلامي اللي صاير بالضبط. في 608 اللي نحن حاصرين اللي راح خلينا نركز على شغله بكره واحده. هلا نحن فهمنا الموضوع، تمام، اوكي. نحن هلا بدنا شويه امل، بدنا امل لهدول الشباب، لهدول المرضى، تمام. هذا واحد. اثنين، بدنا نحاول نضخ اعلاميا لنحاول نضغط. نحن فهمنا هلا شو الترتيب وعرفنا شو اللي عم يصير. يمكن كان في الناس لسه ما يواصلتهم الفكره تماما شو اللي صاير، يسمعوا هيك طراطيش كلام من هون من هون، لكن هلا بين كل شيء حدا تابع هذا البث. طيب نحن هلا شو ممكن نعمل؟ شو ممكن نساوي لحتى نساعد هدول الناس؟ يعني مو بس نساعد ال 608، لا، نساعد اللي بعدهم، يعني ما يدخلوا هلا دفعه وما يقعدوا يدخلوا اللي بعدهم. هي الفكره. تفضل ابو فشو عدنان. بتقترح هذه؟ الله يعطيكم العافية. أول شيء أنا بدي أشكر يمان لأنه دائما بوقت النكبات دائما بيكون أول المستجيبين. مشكور جدا حبيبي، يعني، واجبنا هذا طبعا، جد والله. يعني بيوم الزلزال وهلا فمشكور جدا. بشكر كل حدا من مشاهير التيك توك اللي تفاعلوا مع القضية. بشكر جملو اللي كان أول والوحيد اللي ضل مستمر بموضوع السرطان حتى وصل لهي النتيجة، وله الفضل الأكبر. وهي يعني كلياتنا أكيد عم نشتغل تجاه، بس هذا الشيء لازم اقوله. شباب انا يعني اكيد تابعت جزء من اللايف معكم قبل وما بعرف اكيد حكيتوا وحكي جمله الشيء الكافي، بس انا بدي اختصر الموضوع بشغلتين صغار. عندنا او يعني ردا على جواب يمان انه شو فينا نعمل. عندنا شغلتين فينا نعمل نشتغل عليهم. هلا بالنسبه لموضوع 608 مرضى لازم يدخلوا باي وسيله، ما شرط على تركيا، على دول الاتحاد الاوروبي. شفنا صار في حركه، شفنا صار في نشاط، بس لازم يدخلوا. كيف شلون لازم تستمر هاي الحمله، ما تكون والله عباره عن ترند طلع على تيك توك واختفى. هاي الحمله لازم تستمر بكل اشكال، لانه متعلقه بحياه انسان. لو والله لو باي موضوع ثاني بنقول لك ما في مشكله، بس دول 608 مرضى ممكن نفقد اي حدا منهم باي لحظه. فالموضوع هو الاستمرارية. يعني تفاعل الناس كتير عظيم. بتشكر كل حدا عم يتفاعل وحاسس بآلام الناس اللي هون، لأنه نحن بسبب الخذلان المستمر وصرنا وقت تشوف واحد عم يذكر ألم الناس نقول والله ما شاء الله الله يكتر خير ولسه الدنيا فيها خير. فالاستمرار بالموضوع الإعلامي كتير مهم، وهو أملنا الوحيد على فكرة. لا مؤسسات ولا نحن يعني ننتعش وقت نشوف حدا ناشر، يعني نحن الطيبين ننتعش وقت نشوف حدا ناشر. يشهد الله أنا انتعش بالضبط. فيا شباب الاستمرار بهاي الحملة وعدم اليأس، بالإضافة للضخ باللغات الثانية. أنا شفت أكثر من فيديو بأكثر من لغة، لكن نستمر باللغات الثانية. يعني السوري أنت يا أخوي السوري اللي وصلت لمكان آمن وتعلمت لغة، مشكور، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله يبارك لك المكان اللي وصلت له. صار دورك تخدم أهلك، يعني رد جميل، شوي من الجميل لأهلك اللي لساهم تحت وعم يعانوا. هلا صار وقت رد الجميل. هلا صار وقت انك ترد لهم هاي الجميله، بس نشور عنهم. ما انا طالبين منك خيو ولا شيء، واصلا ما في اي حمله ماديه ولا حمله مصاري ولا شيء، بس نشور حاليا، بس نشور. الموضوع اكبر من موضوع المصاري والحملات وكل هاي القصه. فالاستمراريه من شان يدخلوا هدول الناس هي العلاج لهدول بصراحه. على الاقل اذا قدرنا ننقذ 8 من هال 600 بنكون معذرة إلى ربنا. يا رب نحن عملنا اللي علينا، اللي الله بيقدرنا عملنا، ما عاد طالع بيدنا أكثر من هيك. الأمر الثاني بالنسبة للعلاج الدائم، يعني إنه الباقيين، لأنه مع الأسف ما بنعرف شو السر. عم نحاول هلأ نبحث انه يوميا في تشخيص ل3 حالات جديده من السرطان. هل هو القصف السابق اللي صار على هدول الناس؟ هل هو نوعيه الاغذيه؟ هل هو الكثافه السكانيه، انه جمع هدول الناس بمنطقه سكنيه؟ ما عم نعرف السبب لحد الان، ما عم نحط ايدنا على، لكن النتيجه انه الشيء الاكيد انه في يوميا اكتشاف حالات سرطان جديده.
فالشيء اللي خبرته من شوي انه الدفاع المدني مشكور، وهو منظمه الكل بيشهد بنزاهتها وصدقها، مع مديريه الصحه مع منظمه السامز الامريكيه واصلين قاطعين اشواط بالحصول على هذا الجهاز اللي كان ممنوع يدخل لسوريا لاسباب سياسيه، انه كان محظور جهاز التشخيص الاشعاعي اللي هو المرحله الاصعب ببناء المشفى. فقاطعين اشواط كتير كبيره، هذا بيعطينا امل كتير منيح بانه في امل يا قادم، عيني عليك، هذا في خبر. مشفى راح ينبنى، بس يا اذا رب. استمرينا بهاي الحمله يا رب. وبنتمنى انه هن لسه ما صار بالضبط. شيء، بس قاطعين اشواط يا عيني بهذا عليك، هذا المجال. الخبر ممتاز. وبنتمنى انه وهن انا ما المنظمات. كنت حابب احكي، بس انت حكيتها في الوقت المناسب. ليش كنت حابب نتركها ختمه؟ مشان يعرفوا الناس انه ايش قد فائده الضخ الاعلامي. اجتنا رسائل انه الضخ الاعلامي اللي عم بيصير عم يرفع ليفل هائل في التسريع. الحمد لله، الحمد لله. فنحن قادمين على شيء خير، لكن المشكله الان فيما ان شاء الله عز وجل، يعني حسب ما فهمت قطعوا اشواط كثير عظيمه مشكورين، وهم منظمات موثوقه وما بحاجه حتى مشان دائما عم اقول ما بحاجه لحملات تبرع. هدول هن لحالهم مدبرين امورهم، عندهم مانحين دوليين وعندهم علاقات دوليه، وبيقدروا يتخطوا هذا الفيتو على ادخال موضوع الجهاز هذا، جهاز التشخيص الاشعاعي. وحتى فيما لو بني هذا المشفى راح يكون في تكفل بعلاج غالبيه الجرعات الكيماويه او الاورام اللي الناس ما عم تقدر تدفع ثمنها، يعني راح يصير في مثل التغطيه الدوليه لهي المشفى. الحمد لله. لكن نسال الله انه يتم، نسال الله انه يتم. هذا واحد. اثنين، نحن فيما لو بدا هالدقيقه بناء المشفى، هو بتعرفوا الاجراءات السياسيه، هاي الاجراءات بدها 3 سنين طبعا بدها وقت اكيد. مش تفاصيل، بدها 3 سنين. لذلك حاليا بدنا اسعافي العمل المستمر. بدنا نشتغل على الخطين جنبه، بدنا نشتغل على الخطين. خط الاسعافي انه تستمر هاي الحمله لادخال المرضى هدول، شباب اللي باوروبا، تركيا الله يساعد، يعني ما بدنا نحمل حدا فوق طاقته، وحكيتوا اكيد بهذا الموضوع، وبدنا يزيدوا العدد. لكن شبابنا اللي باوروبا تواصلوا بشكل مباشر مع وزارات الصحه بفرنسا، بهولندا، بالمانيا. بدنا طريقه وقت بينوا وقت بيقصدوا، والله بيوم بيطلعوه من هون، بيوم ب 24 ساعه بيكون باوروبا. ما ونحن بنتكفل انه يرجع، ما بدنا خيوم مشان ما يحسبوه على اللاجئين، سواء كان بس شوفي نحن كفيلون انه يرجع. نحن بنتفق على اهله مشان ما ينحسب انه المعارضه تستغله، انه بده يضل على موجات الهجره وموجات النزوح. نحن بنستغلون، نحن بنضمنهم انه يرجعوا، بس ينشفع على الاخير. فبدنا نشتغل على الخطين يا شباب. قطعنا يعني كثير عظيم لهلا. طيب ابو عدنان الله يجزيك خير. هلا نحن من الواضح ايضا فكره انه المشافي اللي كان يتم الاعتماد عليها، بس اللي معلق صوت اللايف عنده شوي وطي يا جماعه. تفضل. المشافي اللي يتم الاعتماد عليها في تركيا لعلاج المرضى السوريين هن مشافي انطاكيا، تمام. اكثر شيء كان يدخل المرضى على مشافي انطاكيا، هاي المشافي اللي تدمرت. فالان حتى ضحايا الزلزال او المرضى اللي في كل هاي المنطقه صاروا يروحوا باتجاه اضنه عفوا، بالاضافه للمرضى السوريين اللي عندهم. فهون صار الحمل ايضا خلينا نقول لك الحمل ثقيل على الجانب التركي، تمام، كونه هن هاي المشافي الضخمه اللي كانت هون هي دمرت. فنحن ايضا بالاضافه لتركيا نحن فينا نتساءل انه نحن مثلا وين دول الخليج من مأساتنا؟ وين الدول اوروبا من مأساتنا؟ وين منظمة الصحة العالمية من مأساتنا؟ وين؟ فنحن دائما كونه الجوار الوحيد لنا هو تركيا، فدائما نسأل وين تركيا، تمام، كون نحن معتمدين عليها بشكل كبير في هذا العلاج، تمام. ولكن اخي في حال تركيا عجزت عن هذا الامر، اخي ما بقى نقدر نستقبل كل هاي الحالات. يفترض ايضا نحن ما فقط نطالب الجانب التركي، يفترض نوجه رسائلنا لمنظمة الصحة العالمية، نوجه رسائلنا للاتحاد الأوروبي، نوجه رسائلنا مثلا المنظمات الدولية عموما، للحكومات مثلا أين الخليج. فنشتغل في كل هاي الاتجاهات، بالإضافة لأنه نحن نبقى ثابتين على موضوع المطالبة بإنشاء هذا المشفى وتسريع إنشاؤه ودعم هذا المشفى، لحتى نقدر نحن نستغني عن تركيا
في موضوع علاج مرضى السرطان او عن اي جهه ثانيه. حتى هذا المشفى اذا صار ايضا هو بده جهود جباره لتشغيله. طبعا ما بيشتغل بس يمكن. نحن اليوم عم نحكي عن هاي الجرعات. انت عندك مثلا المريض الواحد ممكن يكلفك $5000 بالشهر، تمام، وانت عندك مئات المرضى، وعلى هالحساب هذا بدك تحسب. فهي بس حق الجرعات من غير الكلفه التشغيليه للمشفى من كوادر او مواد وما الى ما هنالك. فيفترض ان نحن نضل مستمرين بهذه الحمله وماشيين بهذه الحمله لحتى نحقق اهدافنا الكبيره للبناء المشفى ودعم المشفى وتجهيز المشفى بشكل عام، تمام. لاحقا ان شاء الله رب العالمين نحكي في باقي المشاكل اللي هلا انا حكيت عن جزء منها، اللي هي معاناه المرضى السوريين ما بعد الدخول لتركيا. انا خاصة مني وعلي معكم باي شيء انتم الله يجزيك الخير يا بتعتزوا ايمن. اعلاميا. انا جاهز وتحت خدمتكم. يعني انتم بتعرفوا انا عملت هذا الشيء بدون ما اتواصل معكم، يمكن بس حكيت تليفون مع جميل قبل بيومين. ف انا جاهز امتى ما حبيتوا لحتى نساعد. حدا حابين تضيفوا شيء كمان؟ في عندي الإجابة الأخيرة لبعض التعليقات اللي بتجي، إنه العلاج سابقا شباب، إنه كل ما نوصل لمرحلة تصير جيدة وممتازة ويقدر يصير استيعاب في المشافي التركية كاملة وتصير باقي التحويلات الروتينية، إنه اليوم 3 مرضى وبعدين يدخل وبعدين يتعالج اللي غيره يجي إجازة ويطلع، ما تستمر سنة أو سنة وشهرين يكون صارت كورونا عملت فينا العمايل. عبين ما رجعنا اشتغلنا على الموضوع بنفس حمل وكذا، رجعت عندما استمرت سنة وشوي، شهرين 3 شهور اجى الزلزال. فكان الوضع طبيعي. اللي عم يسأل انه وبلكي بعد ما دخلوهم بعد بشهرين رجعوهم، لا، هي امور عليها خطوط وعليها اتفاقيات وقت اللي بدخلوهم وبيتم استيعابهم ضمن المشافي الشمالية مع دعم من مديرية الصحة، الصحة العالمية والأمم المتحدة وغيرها على تركيا. فالأمور بتضل مستمرة وتمام وبيتسيطر عليها الوضع. ففيك وقتها تصبر 3 سنين أثناء بناء المستشفى أو العمل على إنشاء مركز لعلاج مرضى السرطان يكون للسوريين أو في الشمال السوري المحرر. عرفتوا كيف الفكرة؟ هاي النقطة. طيب جميل. بس سؤال، في شيء حملات جمع تبرعات لمرضى السرطان انتم منظمينها ومنظمه الحمله؟ طيب هذا الامر ايضا لازم ننوه عليه يا جماعة بس نوي على هذا الأمر، أنه في هذا الوقت تحديدا كتير بيتم إنشاء حسابات أو روابط على اسم ولنفرض يمان نجار أو جميل أو فلان أو كذا لجمع التبرعات لمرضى السرطان، تمام. لكن نحن بنأكد في هذا اللايف أنه ما في أي حملات لجمع التبرعات لمرضى السرطان. بالضبط. لا تصدقوا هذا الأمر نهائيا. بتشوف أنت حساب ناشر باسم جميل الحسن او مثلا يمان او هذا او اي حدا جمع مبالغ او تبرعات لمرضى السرطان، فبيكون هو مزور قولا واحدا، والغاية منه هي النصر الاختيار قولا واحدا. في حساب باسم يمان هلا عم يبث نفس اللايف هذا، تمام، عم يلم تبرعات. ممكن في اكثر من حدا كتب انه مش مر علي. ايوه تمام. يعني تابعنا حاليا انا عندي 22600 مشاهد و15.5 مليون تكبيس و169,000 شير. إذا هذا البث اللي أنتم عم تحضروه ما فيه هدول الأرقام، معناتها أنتم عم تحضروا بس المزيف، تمام. نحن ما عاملين حملة تبرعات، نحن عاملين حملة إعلامية فقط لا غير. تبرعات ما في تبرعات. هذا الموضوع موضوع دول كبيرة، يعني نحن ما فينا التبرع قد ما اشتغلنا عليه ما بيفيد. نعم، نحن موضوعنا إعلامي بحت للجميع. هذا الموضوع هو توضيح حتى ما حدا ينغش في الأمر، إنه ويصير يتبرع ويصير يخسر مسألة، لأن الناس اليوم خير موجود، يعني الخير موجود في الناس، فممكن يتبرعوا على هذول المحتالين في مبالغ ضخمة. هذا الأمر نحن عانينا منه خلال الزلزال، إنه فلان مستلم على اسم جميل $50,000 وفلان مستلم على اسم فلان $30,000 وفلان $100,000. هذول كلاتهم يا جماعة هي كلاتهم حراميين، كلاتهم يعني العاملين الحسابات مو الشباب. فالعاملين الحسابات في أسامي الشباب هذول للنصب والاحتيال. دير بالكم. بالله عزمك دير بالك تنغلب، خلي الأحكام كلها كل واحد ينحكم أنقذوا مرضى السرطان في شمال سوريا. دير بالك. طبعا لا شو ان شاء الله يفرج علينا وعليكم يا رب. جميل وهادي ومحمد، انا كثير انبسطت بالحديث معكم، ويا رب هيك تتكرر هيك الجمعة بمناسبات افضل من هيك. نحن جاهزين.
الله يسعدكم يا رب إن شاء الله. واي يكرمكم يا شيء رب. بتعتازوا انا كمان جاهز وحاضر. ان شاء ما الله. بتقصر يا الله رب. الله يكرمك. يسعدكم يا رب. الله شكرا يا يسعدكم. ايمان، شكرا يا شكرا يا أبو عبد. شباب. شكرا يا حبايب أيمن. القلب الله يسعد لي اياكم. اول شيء نقدم اعتذارنا للناس اللي عند يمان وعنا وكلياتهم. لا يا روحي لا بالعكس. بنقدم اعتذارنا بجوز سمعناكم اصوات فيديوهات مؤلمه. نقدم اعتذارنا، ربما اخذنا من وقت، ربما في كثير اشخاص بتحب تدخل تشوف محتوى ما تريح نفسها. نعتذر على الوقت اللي اخذناه منكم. لا بالعكس وهو بالعكس. شكرا لك يا امان. الله شكرا يسعدكم يا رب. شكرا لكل متابع ساهم في هذا الامر وراح يساهم في الحمله الاعلاميه. ما في تبرعات. وبنذكر راح خبرك شغله يا مان، نحن ما لحقناك، انت طلعت ما لحقنا نخبرك انه اي وفد او اي شخصيه او اي تيك توكر او اي يوتيوبر او اي حدا بيحب يدخل عن طريق معبر باب الهواء انه يدخل يغطي الاعتصام، فالطريق والتنسيق علينا. الموضوع مخدم، اموره جاهزه، محمي، اموره جيده، موجود سكنه في فندق، موجود اموره ترتيباته تغطياته من هالعين قبل هالعين. نحن خدامينه، ان كان تيك توكر وان كان يوتيوبر وان كان وفد صحفي اعلامي وان كان تلفزيوني، كل شيء الامكانيات متوفره ضمن الجهات المختصه الموجوده في المعبر وفي غيرها، ضمن مكتب اعلامي بتدخلهم. اللي بيحب يشارك وبده يساهم في تغطيه الاعتصام من اجل المصداقيه ليشوف في عينه، نحن جاهزين. من اجل يساهم في نقل الصوت على طريقته الخاصه، جاهزين. بيريد اللي بده اياه، نحن جاهزين جميعا. هي النقطة حبينا نختم فيها، أنا كنت الله نسيتها. يجزيكم الخير يا رب. الله يجزيكم الخير ويا رب هيك الله يشافيكم. الله يجزيكم الخير جميعا، وشكرا لكل فيصل اللي شاركونا. وانا والعبد لله وهيدي والشباب ترى كلياتنا مرافقين للوفود والكل اللي بيحب يجي. هي نحن يعني هي ما شغله بعرف ما بتقصروا والله انتم. في صدر البيت لهم والعتبه لنا. والله ما بتقصروا. الله الله يسلمك. يسعدكم يا رب. الله يسعدكم يا السلام رب. عليكم ورحمه تحياتي الله لكم. وبركاته. جميل السلام، حياكم. هادي محمد الله الله يعطيكم يسعدكم يا رب. السلام ضلوا عليكم. بخير. حياكم الله. يا مان. حياكم الله تحياتي جميعا. لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممنوع عنكم نبقى على طول مشان الله.